انا دلوقتي شغال شغل خاص. طيب الفرق بين حسين اللي في دماغي وحسين الحالي، مم. هي دي النقطة الايه المؤلمة في الموضوع. عندك يقين كامل الأول في ربنا سبحانه وتعالى، ثم في نفسك، واثقة جدا إنك تقدري تعدي أي حاجة صعبة وتوصلي للي أنت عايزاه. طيب إيه اللي منعك؟ اللي منعك إنك أنت كانت فيه فرصة في إيدك وسبتها. مع ضياع أول فرصة في إيد الشخص، الفرصة الأولى الحقيقية بالنسبة لي التعليم. رقم واحد في حياة الشخص التعليم، هي دي الفرصة الذهبية اللي هو يكون نفسه فيها ويبني نفسه فيها. بعديها إن فشل فيها ممكن ينجح ماديا، ممكن ينجح على المستوى العملي مثلا، ممكن ربنا يكرمه مشروع ويفتح ويجتهد شوية والحظ مع التوفيق من ربنا يلاقي نفسه حقق حاجة. ولكن ضياع فرصة التعليم للشخص أو إن هو ما يتعلمش صح، دي حاجة بتقعد في سجله كنقطة سوداء يعني.